السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مدام ويدا من مطبخ حبيبة ماما ويدا. النهاردة بإذن الله هنعمل الكبدة المشوية دي. طبعا قبل كل حاجة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد. طبعا حبايبي انا بقالي مدة بعيدة عنكم، ما بعملش اي حاجة جديدة، حاجات بسيطة كده. طبعا لان كلكم عارفين ان زوجي كان تعبان جدا وما زال يعني، وبشكر كل حبايبي اللي دعوله. واما طلبت منكم الدعاء في ليلة الجمعة، بصراحة حبايبي كتير قوي قوي دعوله. طبعا الدعوة مستجابة من 40، بشكركم من كل قلبي. طبعا انا حبيت اعمل الكبدة المشوية دي طبعا عشان زوجي. انا هنا جبت دي نص كيلو من الكبدة المشوية. دي كبدة بلدي، تقدري تجيبي اي كبدة يعني شرايح. عندي هنا البهارات، ده توم، كمون، كزبرة، بابريكا، ملح، جوز الطيب. وعندي هنا عصرة ليمونة، وده عصير البصل. هحط عليه عصير الليمون، طبعا ليمونة كبيرة ومعلقة خل كبيرة. يبقى ده عصير بصل عليه خل وليمون، خل وليمون ومية بصل. هحط عليه البهارات اللي هي كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح وبابريكا وتوم وجوز الطيب. هكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. طبعا من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هتبل الكبدة واسيبها شوية كده، ساعة ولا حاجة ولا نص ساعة. وبعدين هحط نقطة زيت في الطاسة، هشوي فيها بقى الكبدة. طبعا زي ما قلت لكم دي كبدة شرايح، انا جايباها بلدي عشان طبعا زوجي عيان وكده، الحاج يعني عندنا تعبان. طبعا انتي تقدري تجيبي حتى لو كبدة مثلجة عادي، بس طبعا الفايدة في البلدي. طبعا انا هنا وطيت عليها النار وهبتدي اقلبها. ما بتاخدش وقت، اول ما بتحطيها على النار بسرعة يعني بتاخد اللون الجميل الدهبي ده. وبتطلعيها بتعصري برضو عليها ليمون وبتقدميها. طبعا الكبدة دي بتكون صحية جدا، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكبدة المشوية دي بتبقى صحية. طبعا احنا كان الحاج مخلي لنا، بصراحة ربنا يديه الصحة ويشفيه، مخلي لنا اللفت الجميل ده. طبعا حطيت جنبه بقى الكبدة المشوية كده. أكلة حلوة جدا، خفيفة جميلة. وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحضراتكم.